السلام عليكم. انا يا جماعه كل اللي يدوق عندي المحشي يقول لي هو مسكر. ما اصل انا بعمله بالسكر، انا اللي بعمل محشي الكرنب بالسكر. هقول لكم ليه، بس الاول نشوف المكونات. انا بجيب حله ودرجه الحراره تكون متوسطه، بحط فيها حوالي 3 4 معالق زيت، وكمان بصلايه تكون متقطعه رفيع، بس بصلايه كبيره، المحشي بيحب البصل. وهنا بقى باحط نُص معلقة السكر اللي بتخلّي البصل يكرمل، وكمان بتخلّي طعم المحشي في حتة تانية خالص. وبعد كده بقى بادّي له تشويحة حوالي دقيقتين 3، أنا مش بادّي له لون خالص يا جماعة، علشان أنا ما باحبش المحشي يكون مسبِّك خالص أو كمان ني في ني، باحبه يعني يكون وسط كده. بعد كده بقى باجيب كيلو إلا ربع طماطم واضربها كويس أوي في الخلاط، وبعدين أصفّيها زي ما أنتم شايفين بالبذر والقشر. ولو عايزينه يبقى أحمر أوي ممكن تحطّوا نُص معلقة الصلصة اللي أنا حطيتها، أو ممكن تستغنوا عنها. وتسيبوها بقى لحد ما تتسبك، يعني المادة الدهنية تفصل كده وتبقى فوق. على فكرة مش شرط تحطوا زيت زيتون زي ما انا حطيت ولا حاجة، ممكن تحطوا سمنة او زبدة. بعد كده بقى بتحطوا كوبايتين من الخضرة متقطعين رفيع. وخضرة محشي الكرنب يا جماعة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، بجيب حزمة من كل حاجة وبعدين بغسلها تحت المية الجارية واقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى نحط شوية توابل، اولهم معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، واقلب كويس. سامعاكم وأنتم بتقولوا أنتِ بتحطّي الخضرة عليها كده وهي أثناء ما بتستوي. على فكرة مش فارقة خالص إن أنا أحطّها في الآخر أو في الأول، ما بتسودش ولا بيجرى لها حاجة. هنا بس باضبّط الملح أشوف إذا كان محتاج والّا لأ، وبعد كده هاجيب كوبايتين رز مصري مغسول ومتصفّي، وباشوّحه بسيط كده مع الخلطة يعني قبل ما أطفي خالص، علشان خاطر يعني ياخد تشويحة خفيفة كده. بعد كده بقى باعمل خلطة جبارة. أول حاجة باجيب بصلاية أحط عليها خلطة توابل كده، ملح وفلفل وكمون، وأدعكها كويس أوي، وأجيب الحلة اللي أنا عملت فيها التسبيكة من غير ما أغسلها ولا أي حاجة، وأحط بقى فيها شوية عيدان كده من الشبت والبقدونس والكزبرة وعليهم الخلطة. وساعات باحط طماطماية متقطعة بسيط كده. عايزة أقول لكم إن الخلطة دي بتخلّي ريحة المحشي في حتة تانية خالص. بعد كده بقى باجيب ورقة الكرنب وألمّها من الجنبين كده زي ما شفتوا وألفّها. طول ما الورقة معاكم رفيّعة وخفيفة ومسلوقة كويس زي ما سلقناها في الفيديو اللي قبل كده، هتتلف معاكم بمنتهى السهولة. ولو الورق سميك شوية وفيه زي عروق كده، ممكن ما تطبقوش الجناب على بعض ولا حاجة وتلفوه زي ما هو كده، وما تخافوش الرز مش هيخرج ولا حاجة. وأصلًا إحنا سالقين الكرنب في الفيديو اللي فات زي ما قُلت لكم بطريقة صحية وسهلة جدًا. بعد بقى ما أخلّص الحلة خالص وألفّها كلّها، هاجيب بقى شوربة لحمة، فراخ، أي نوع عندكم، بس أهم حاجة يكون متحيّقة يعني عليها التوابل بتاعتها، وأول ما تغلي حُطّها على المحشي. هتعرفوا المعيار إزاي؟ أول ما تحسّوا إن أنتم لمّا تيجوا تعوجوا الحلة كده فيها شوية شوربة، يبقى كده خلاص. سيبوها بقى على درجة حرارة عالية، وبعدين أول ما تاخد غلوة تهدّوا عليها. عشان أقول لكم بقى في الآخر هتطلعوا بشوية محشي مش قادرة أقول لكم، مسكّرين وحلوين حلاوة. أسمع بقى بعد كده حد يقول إن هو صعب أو دوشته كتير، لأ خالص زي ما أنتم شُفتوا. أنا سلقت الورق في يوم وبعد كده حشيت في يوم تاني، في أحلى من كده؟ والّا ريحته الجبارة يا جماعة زي بتاع أهالينا زمان؟